السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل طبق لشيفات اوربت وفي نفس الوقت للمونte كارلو. هيبقى هو سي سكالوبس. سي سكالوبس يا جماعة اللي هو المحار. احنا بنقول عليه محار، اللي هو المحار المروحي في الصدفيات. هنقولها ده ايه؟ عشان هو شبه المروحة. ادي السي سكالوبس بيبقى هو شكلها كده. احنا هنستخدم السكالوبس ده او المحار. عندنا 3 اهو. هنعمل سكالوبس مع سويت كورن بوريه. كل اللي انا عاوزه يبقى الذره معانا. هنفرنط الذره زي ما نفرنطها عادي. هنحط عليها الزبده مع شويه الكريم مع الملح والفلفل. هنسويه على النار. هنعمل بوريه خالص كويس جدا. السي سكالوبس هناخدها فانسي، نعمل لها جود كلرنج، وبعد كده ان شاء الله نروح نقفل الطبق بتاعنا ونرجع لكم طبقونا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو، حطينا الذره على الكريمه على الزبده. هنخليها على النار تستوي كويس جدا. بعد ما تستوي معانا هنعمل لها عمليه البوريه وهيبقى شكلها كده اهو. وبعد ما اعمل لها البوريه هصفيها خالص من زي ما انتم شايفين كده باي مصفى سلك، عشان انا مش عاوز الشتاف اللي فيها. وبعدين هنسوي السكالوبس ومع بعضينا ان شاء الله. احنا رجعنا لكم تاني اهوت. هنسوي السكالوبس. حطينا طاسه على النار مع شويه زيت بسيط جدا. هنسوي شويه فات واخد السكالوبس بس الطاسه بتاعتي تسخن شويه اهو. السكالوبس زي ما انتم شايفين. بس عاوز اعمل الصدمه. نستوي مع بعضينا وبعدين نرجع لكم تاني. اهو يا جماعه، اهو حطينا الفات بتاعنا. هحط حته الزبده بس عشان تديني اللون هنا. مش كتير اهو عشان بس لو معايا. السكالوبس ما بتاخدش وقت يا شباب اهو. ادي اللون اللي انا عاوزه اهو ما بتاخدش وقت خالص يا شباب. وبعد كده هطلعها احطها هنا اهو عشان بس تشرب الاويل بتاعها اهو. بس كده خلاص. كده السكالوب استوت اهي اهو. طيب هنا اهو نشيل الطاسه من على النار. هنحط السويت كورن بتاعنا البوريه اللي احنا صفيناه اهو. هنا هدي شويه ملح وفلفل اهو بصوت جدا. تمام. وادي الملح وادي عصير الليمون. في نفس الوقت يكون البوريه يسخن. وبعد كده هنبطل الطبق بتاعنا ان شاء الله. رجعنا لكم تاني. هنبكر الطبق. الطبق اهو يتنضف كويس. اهم من الشغل تظبيط الشغل عشان ده عليه نقط برضه. تمام. وادي مساحه الطبق بتاعتي. الطبق ده بتاع ستارتر. انا هاخد اهو عشان خاطر عيون المونte كارلو في النص اهو. حطيت البوريه بتاعتي اهو وما زودتش. شايفين؟ سبت مساحاتي في الطبق اهو. يا جمال ويا جمال. جميل قوي كده بوريه سويت كورن يا جماعه مع الكريمه مع الزبده بتاعتي. جميل جدا في جرام. ادي السي سكالوبس بتاعتي او المحار باللغه العربيه. ال3 قطع بتوعنا في السنتر اهو. مساحات الطبق عندي كلها فاضيه. هاخد شويه السريشو هنا اهو. اوفن جايز اهو. سريش اوفن. وبكده الطبق بتاعنا اتبكر. مفيش اجمل من كده. المهم كالعاده عودتكم هعمل واكل قدامكم. ادي السكالوبس جاهز. وادي الرول السكالوبس. انا بقى عن نفسي بحب ده كده اهو. بحب اجيب التباسكو الهوت صوص اهو. ببقى عامل كده اهو. ايه ده يا شيف؟ ده ني. ايوه ني. انا بحبها نيه. جايب شويه الملح والفلفل اهو الطعم. وادي عصير الليمون بتاعي. تمام كده. وبروح داخل عامل كده اهو.
شايفين يا جماعه هي زبده اساسا مش محتاجه تستوي. جرام. وهنا كمان شايفين مساحات الطبق مع السويت كورن يا جماعه بألف هنا وشفا لمونte كارلو، مستمعين مونte كارلو والشيفات كل الشيفات اللي عاوزه تتعلم حاجه. ادي السي سكالوبز المحاره، مفيش احسن من كده. وشكرا لحسن مشاهدتكم والسلام عليكم ورحمه الله.